هنبتدي اول حاجه بالشاشه. زي ما انت شايف في بعض الخدوش اهي بالطول، وفي حاجات رفيعه تانية بس مش باينه كويس. الخدوش اللي انت شايفها دي بص كده، طبعا مع الاناره تاثيرها بيقل شويه، لكن برضه ما زالت موجوده. اول ما بتبقى مطفيه بيبقى منظرها وحش قوي. كرر نفس الكلام ده مع العدادات. خلاص بص كده عند تشيك انجن، زي ما انت شايف اهو في بعض الخدوش بسيطه. نفس الموضوع هنا، هي حكات مش خدش بقى، حكه يعني بتبقى مثلا من مفاتيح حاجه ناشفه انت بتحطها هنا، فبتتسبب في الوضع ده. هنجربه برضو على الايه الحكه دي، حاجه كده من الحاجات اللي بتحصل لنا كل يوم يعني. هنجرب برضو على الحته دي من الازاز الامامي، الزجاج الامامي اهوت. هنجرب على الحته دي بس. ليه جاي على نفسك كده؟ انا تعبان صراحه، الموضوع ده متعب، وانا عشان مجرب لكم حاجات كتير فالموضوع تعبني فعلا. فهنجرب بس على الحته دي فقط ونشوف هل ليه تاثير على الازاز. وهنبتدي بقى مع الكومباوند الجميل بتاعنا، نبتدي نحطه وننضف بيه. هيا بنا. حاجه بسيطه كده على صباعك، وتبتدي تفردها بالشكل ده. منديل تجيبه بالشكل دوت، وتبتدي بشويش تعمل كده. هتمسح، يعني انت بتدعك وبتمسح في نفس الوقت. بعد كده بقى هنبتدي ننضف تنظيفه ايه سريع. بص كده، ما عادش في اي خدوش اطلاقا في الشاشه. الشاشه فعلا رجعت جديده تاني. بص الناحيه التانيه طبعا الخدوش لسه موجوده. هحاول ادعك الخدوش دي وانضفها بشويه مثلا بقطنه مبلوله كده، او منديل برضو ممكن هو نفس المنديل نبله، منديل جديد يعني نبله، وننضف في الجزء ده. يبقى ده معمول بالكومباوند وده بالتنظيف العادي عشان نقارن بينهم. التنظيف العادي ما جابش نتيجه كويسه قوي معاهم، فهنجرب بقى دلوقتي تاني بالكومباوند ونشوف هيعمل معاهم ايه. يلا بينا. بص الوضع اتحسن شويه، لكن بص كده، يعني الخط خف جدا اهو، لكن لسه الجزء العميق منه موجود. يعني لو ركزنا كده اهو اتحسن، لكن الجزء العميق ما زال ايه، ما زال موجود. طب تعمل ايه في الحاله دي؟ تجيب تاني وتاكد عليه. بص بقى كده، الحمد لله ما شاء الله اختفت تماما تماما. يعني بص انا بعناية المجرده شايف له اساس بسيط خالص كده، بس في الكاميرا مش باين. فهو ما شاء الله تاثيره ممتاز وهايل يعني لابعد الحدود. هنكرر بقى نفس الكلام هنا. خلينا ننور. خلصنا بقى، هتبتدي بقى التنظيف. حرفيا والله رجعت جديده. في حاجات كده مع الشمس اللي هي خدوش بسيطه كده، اللي هي بس عاوزه روقان اكتر من كده، لكن الدنيا حر صراحه وانا فرهطت. فبشكل عام بص زيرو خدوش. هفتح الكونتاكت بحيث برضو تشوف المكان بتاع فاكر تشيك انجن دي ما كانتش باينه اصلا، فاكرين؟ ما كانتش موجوده، ما كانتش شبه مختفيه اصلا. بص، فالبتاع ده بيجيب نتائج هايله هايله فعلا. لا مؤاخذه الراديو اشتغل. بيجيب نتائج هايله مع الحاجات اللي هي البلاستيك والباغات والحاجات دي. زي ما انت شايف كده اهو، بتجيب الاول منديل تنظف تنظيف سريع، المهم بس ما يبقاش فيه تراب ايه موجود. ليه؟ لان التراب هيزود الخدوش اكتر. زي ما انت شايف كده الوضع اتحسن يعني بنسبه اكتر من 90%، لكن بص بقى ده باقي لسه اهو، حاجات بسيطه كده. تكرر الموضوع كمان مره وبعدين ارجع لكم تاني. طيب هو شال طبعا اغلبه، لكن زي ما انت شايف خط بسيط خالص اهو، زي ما انت شايف كده. طبعا ده اصبح في طبقه الدهان نفسها يعني، او يعني تخطى كمان طبقه الدهان حاجه بسيطه، فده يعني الى نسبه كبيره ده مش هيطلع خلاص. فهو طبعا دي حكه كبيره برضو، ممكن لو يعني هتجيب برضو نتيجه كويسه ممكن نجربها برضو عليها. فطبعا هو بيشيل حوالي 90%، مش هيخفيه 100%، لكن بيحسن الوضع بشكل كبير. افرد، بعد كده ايه سيبه دقيقه كده ولا حاجه ينشف، ولا نص دقيقه ينشف. بعد كده برضو بالمنديل بتاعك هترجع تمسح بنفس الطريقه تاني. بص كده الوضع اتحسن، لكن بص كده دي حكه قويه يعني، دي كانت بدايه الحك. الدهان هنا يعتبر بتشال الى حد كبير، فطبعا هي مش هتعمل حاجه في الايه، في الجزئيه دي، وكذلك دي.
لكن هي الخطوط اللي كانت موجوده دي شالتها بالكامل ولمعت وظبطت. فتقدر تقول زي ما يعني هو بيشيل بنسبه كبيره وبيحسن الوضع بنسبه كبيره، لكن طبعا مش 100%. اللي يحسن لك الوضع ده 100% هو الدهان فقط. بنفس الطريقه بعد كده هنسيبها تنشف شويه خلاص. بعد كده نرجع ندعك بنفس الطريقه اللي احنا متعودين عليها. هنشيل بقى اللزق ونبتدي نجرب النتيجه. هو المستطيل الصغير ده، خليك مركز مع المستطيل اهو. انا سبت البوردرز بتاعته او الحواف بتاعته عشان تفضل باينه. ركز كده، بص توزيع الميه هنا بعمل ازاي. بص في الحته بتاعت المستطيل تاني. رجع نضيف تاني اهو. بص بقى توزيع الميه حواليه مجمعه نقط مع بعضها كده، لكن بص هو حاجه اسمها ووتر ريبيلنت او بقى طارد للميه. بقى ناعم جدا لدرجه الميه اللي بتنزل عليه من فوق بتقع مباشره. فبقى الازاز كله مش نظيف ما عدا الحته بتاعت المستطيل دي. طبعا بشكل واضح هي باين عليها ايه، باين عليها انضف بشكل كبير. وكذلك ده بيحصل مع الايه، مع التراب. فطبعا تاثيره واضح للغايه يعني. طيب العلبه دي مفيده جدا للعربيه داخليا وخارجيا، وبتقعد معاك بدل السنه 2 و3 بس تقفلها كويس عشان ما تنشفش. طيب الحاجه الثانيه، بعض الشاشات العربيات بيكون عليها طبقات انتي ريفليكشن، حاجات مضاده للانعكاس. لو انت حاولت تنظفها حتى لو هي فيها خدوش هتبوظ اكتر. فمش في كل انواع الشاشات بتنفع، لكن 99% من انواع الشاشات بتشتغل معاها بدون اي مشكله. ينفع تستخدمها مع المرايات، ينفع تستخدمها مع الصاج الخارجي، بتحسن جدا المرايات. وهبقى اعمل لكم فيديو عن المرايات هتشوف فعلا فرق كبير قوي. العلبه بتجيبها من عند اي موان. انا كنت جايب دي ب 35 جنيه. طبعا اكيد دلوقتي سعرها ارتفع. اتمنى من الله ان انا اكون وفقت في الفيديو دوت. ما ننساش اخواننا، ما ننساهمش من الدعاء، ما ننساش نستمر في شراء المنتجات المصريه، والحاجات الثانيه ما لناش دعوه بيها قدر الامكان قدر المستطاع، عشان يبقى الكلام يعني ايه منطقي. وجمعه مباركه عليكم، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي باذن الله. سامحوني على اي تقصير، انا بني ادم قد اخطئ قد اصيب. وما ننساش طبعا نعمل لايك ونشير الفيديو لعل طبعا يكون يعني مفيد لحد من اخواننا. وربنا يجعلهم في سنة حسناتنا جميعا.